الاهلي وبيراميدز، كلمتين على الخفيف كلمتين على السريع بالنسبه للازمه اللي موجوده دلوقتي وحضور جمهور الاهلي بدل جمهور بيراميدز. فواحد يقول لي ايه يا عم جمهور بيراميدز، هو بيراميدز عندها جمهور؟ هقول لك اتقل بس عليا، هقول لك كلمتين. فدلوقتي في ازمه في السوشيال ميديا وفي الاعلام المصري. هل الاهلي من حقه انه ياخد تذاكر بيراميدز؟ اتحاد الكوره قال لك يا عم هنطرح 100,000 تذكره على سبيل المثال يعني. فدلوقتي 50 و50، فجمهور الاهلي حجز ال 50 تذكره، فالساعه الكامله الثانيه مفيش جماهير لان الفريق الخصم ما عندوش جمهور. فطبيعي اوريدي اوتوماتيكي التذاكر تتحول للفريق اللي عنده جماهيريه علشان يحضر. هنا في عمليه اسمها عمليه التسويق. فانا كاهلي او انا كزمالك فمش ذنبي ان فريق الخصم ما عندوش جمهور. فلو هاجي ابص على الخصم اللي هو نادي الزمالك لما لعب نهائي كاس او نهائي السوبر قدام المقاولين زمان، او نهائي الكاس مع انبي وكان الاستاد متقفل، او نهائي كاس مصر برضو مع بيراميدز قبل كده وكان الاستاد متقفل في برج العرب، او حتى كاس مصر مع سموحه، فكان جمهور الزمالك هو اللي بيحضر وكان مفيش جمهور لفريق الخصم. عكس انها تكون مباراه اهلي وزمالك، هنا بقى دواعي امنيه يا معلم، ممكن احط لك 5000 او 500 و500 ليه؟ لدواعي امنيه. اما لما تكون المباراه من طرف فريق جمهوري ومن طرف فريق مش جمهوري، فوقتها ممكن عادي الدواعي الامنيه تقول لك مفيش مشكله، نخلي السعه تكبر وان في يكون جمهور كبير، جمهور اكتر، منها اننا نسوق للكره الرياضيه المصريه، ومنها ان ندخل برضو الجمهور للفريق الجمهوري. فلو الاهلي هو اللي موجود في الفاينل مع فريق موجود ما عندوش جمهور، فالدواعي الامنيه هتقول له مفيش مشكله دخل. الزمالك نفس الكلام، لو هو مكان الاهلي دلوقتي مع بيراميدز هيقول له دخل، زي ما حصل في مباراه برج العرب في 2019 نهائي كاس مصر فلو نفتكر. فدلوقتي انا كواحد زملكاوي، سيبك من ان انا زملكاوي، ولكن بعض الزملكاويه زعلانين، لا ما ينفعش يا عم كتبت 50,000 فخلاص هم 25 الاهلي وبس. فهو مش بمزاجك، هو مش بمزاجك. ما هو انت كنت بتلعب نهائي وفاينل قدام فرقه ما عندهاش جماهير وكنت بتملاها، واحنا كزملكاويه كنا بنروح للاستاد ونملى الاستاد. تكسب بقى تخسر دي انت وازمتك انت ولاعيبتك. ياما الاهلي لعب مباراه زي مباراه السوبر مثلا، السوبر المصري في 2001 باين او 2003 حاجه زي كده يعني، في بدايه الالفينيات كان الاهلي بيلعب المقاولين في السوبر المصري بعد ما المقاولين كسب الزمالك في كاس مصر في نهائي كاس مصر، وبعد كده راح لعب السوبر المصري قدام الاهلي. المقاولين وقتها لعب المباراتين وكان استاد القاهره متقفل جماهير اهلي وزمالك، والمقاولين كسب عادي، بس هنا الجماهير كلها حضرت. انا عارف ان زمان ما كانش في دواعي امنيه والكلام ده كله، ولكن بعد كده عادي الجماهير بتحضر زي مباراه بيراميدز زي ما قلت لك، او سموحه او عادي. ولكن هنا لا الاهلي ذنبه ولا حاجه، والاهلي دلوقتي شايف ان مفيش مشكله لما اخد انا تذاكر. المشكله فريق بيراميدز ما عندوش، انت مش قادر انك تخلص. هتكلمني على مبدا تكافؤ الفرص، فهو مبدا تكافؤ الفرص عند كله مش عند الاهلي بس. فمبدا تكافؤ الفرص يقول لك بقى ان مباراه الزمالك وبيراميدز اللي كانت في 2019 ما ندخلش جماهير، مباراه سموحه وحرس الحدود وانبي وفي كاس مصر ما ندخلش جماهير. بقى ارجع للذكريات يا معلم لو بتنسى. ولكن اللي كان فات وبتاع زمان مش هيرجع، لان بتاع زمان مش هيرجع، ولو عاوز بتاع زمان يرجع فقول للزمان ارجع يا زمان على راي ام كلثوم. ولكن احنا في دلوقتي فالاهلي ما ولا في بقى نظريه مؤامره، ولا الاهلي ولا الدوله بتخدم في الاهلي ولا الجو ولا الكلام الحمصي ده، كلام غير منطقي. ولكن حضور جمهور الاهلي مكان جمهور بيراميدز لو حصل فما فيش اي شك ولا في اي حاجه، لان ده الطبيعي وده اللي احنا عارفينه عن الكره المصريه من بدايه نشاتها لحد اللحظه دي. دايما بنشوف مباريات للزمالك والاهلي مع فرق ما عندهاش جماهير والاستاد بيكون متقفل، وكفايه عظمه لحد كده.